بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصفقة ديال الباتريوت عندها واحد الأهمية كبيرة للمغرب، سواء على المستوى العسكري أو الاستراتيجي أو الجيوسياسي، خصوصا في نهضروا على أحدث نسخة منه اللي هي باتريوت باك 3. هاد الصفقة بالفعل كانت تمات المصادقة عليها رسميا من قبل وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون، عطات الموافقة البدائية ديالها في 2019. ودابا مع ظهور البطاريات في المغرب من واحد التجارب ميدانية، نحاولوا نعطيو التفاصيل ديال الصفقة أكثر ديتاي باش نحاولوا نوضحوا بعض الأمور. بالنسبة للتاريخ ديال الموافقة كان في نوفمبر 2019. هذا الإعلان ديال وكالة التعاون الأمني والدفاعي دي اس سي اللي هي تابعه للبنتاغون، وهي المسؤوله على اي موافقه محتمله بما فيها نظام باتريوت للمغرب. ديك الساعه كانت القيمه التقديريه ديال الصفقه تقريبا 4.2 مليار دولار. شملت الصفقه بطاريات ديال الباك 3 بالاضافه للصواريخ ام اس او، رادارات متقدمه من طراز ديال ان ام بي كيو 65 مع معدات الدعم اللوجستي، بالاضافه للباك ديال الترايني ديال التدريب ديال سواء الاطر ولا تكوين المكونات. بالنسبه لهذه الصفقات تيكون التدريب الاساسي للناس اللي يخدموا عليه، وتنكونوا المكونين اللي فورماتور بحال الاساتذه اللي يوليو يعلموا الناس الاخرين، سواء اللي ديجا خدامين ولا في لي زيكول. تكوين المكونين، معدات الدعم اللوجستي كما قلنا، والباك ديال التدريب ولا الترينين. الغرض من هذه الصفقه كيفاش كانت هو يعني المغرب دائما تيقلب باش يدير واحد دفاع متعدد الطبقات، تعزيز القدرات الدفاعيه ضد التهديدات الجويه، خصوصا التهديدات الصاروخيه بما في ذلك الصواريخ الباليستيه والتكتيكيه والطائرات المعاديه. وقع واحد التقدم في الصفقه، لان 2021 سبق درنا فيديو عليها تم التاكيد رسميا من شركه لوكهيد مارتن المصنعه ان المغرب داخل في الكالندري ما بين الدول اللي غتحصل على النسخه الاحدث ديال الباتريوت باك 3 ام اس او. ودائما بقات غاده الصفقه ولاو سكتوا عليها، لان طبيعه الحال الصفقات هذو راه ما تيجوش بسهوله، وبعض الاحيان تيكون مشكل في خطوط الانتاج، تيكون اسباب اولويه لدول اخرى. المشاكل اللي وقعت في اوكرانيا واخا هي عندها عطاوها هي الباك جوج، ولكن مع 2025 بدات ترجع عاوتاني التقارير الى قرب استلام المغرب هذه البطاريات، خصوصا لان التقارير غير رسميه تتاكد ان الجيش الامريكي بالفعل صيفط ولا وصلوا وحدات نظام باتريوت للمغرب اغراض تجارب ميدانيه كجزء من عمليه التحقق قبل من التسليم، بالاضافه للتدريب عليها بواحد الشكل كامل مع القوات المسلحه الملكيه. هذه التجارب تتجرى ولا كاينه في مجموعه القواعد الجويه ديال الدفاع، وكاينه في المناطق الشرقيه ومناطق الصحراء. مازال ما عطوش بالتفصيل، ولكن تيكونوا في هذه المناطق الاغلبيه، والتدريب على حمايه المراكز الحيويه والاستراتيجيه. طبيعه الحال عمليه التصنيع والتسليم مستمره، والتوقعات اللي تتقول يعني ان النشر الفعلي للنظام غيكون ما بين 2025 و 2027 حسب الجدول الزمني، سواء على مستوى التدريب ولا الانتاج. هذا عنده اهميه استراتيجيه كبيره للمغرب. هذه الصفقه تتعكس مجموعه الجوانب. اول نقطه هي الشراكه قوية والمتينة ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لتعتبر المغرب حليف رئيسي خارج الناتو. النظام غادي يعزز القدرات الدفاعية وأيضا الهجومية الغير مباشرة في مواجهة سواء تهديدات إقليمية ولا تهديدات اللي تكون غير مباشرة تجيك ضمن التهديدات الناشئة، في ظل دائما توترات تكون في منطقة شمال افريقيا، الصحراء الكبرى، الساحل. المهم تكون انت خصك مستعد. وايضا هذه الاستراتيجيه دارت في اطار يعني تطوير دفاع جوي متعدد الطبقات، تيشمل انظمه بحال المقاتلات الجويه، دابا حاليا تنعتمدوا على اف 16، وانظمه يعني قصيره ومتوسطه المدى. هذا هو السيستم باش نقولوا طبقه متعدده دفاع متعدد الطبقات. ما تقصدوش فقط منظومه الصواريخ ولكن حتى الطائرات. فطبيعه الحال الاعلان الرسمي على اكتمال التسليم ما كاينش، ولكن الظهور ديال النظام في المغرب تيشير الى تقدم كبير سواء على مستوى التنفيذ ولا على مستوى التنزيل ديال الصفقه. طبيعه الحال هاد التكلفه ديال
باتريوت باك 3 عاليه لان فيه تكنولوجيا متقدمه. الفيديو الجاي غادي نهضروا على التكنولوجيا ديالو والاستعمال والتوظيف، بالاضافه انه يعني تيدخل في الترسانه النوعيه، تيعزز مكانه المغرب كقوه عسكريه. هادو بعض الامور المهمه في الصفقه. وطبيعه الحال حنا هاد الصفقه محتاجين لها بواحد الشكل كبير بزاف، لان انظمه الدفاع الجوي مساله مهمه جدا تتعاونك. مهما كانوا النوع ديال الطائرات اللي دخلوا ولا هادي، فتبقى منظومات دفاع جوي بشكل ديال الباتريوت اللي فيها ما فيها انظمه صاروخيه، فيها انظمه الحرب الالكترونيه، فيها نظام القياده والتحكم بشكل كبير، لان عندنا واحد النقله نوعيه على مستوى المدفعيه اللي تحولت لمدفعيه صاروخيه، وتحولت من اداه تقليديه كما سبق وشرحنا قبل الى سلاح استراتيجي. سلاح استراتيجي من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، ولا تيهدد لك العمق ديال الاعداء، بالاضافه انه تيحمي السماء ديال المملكه من الاخطار المحدقه بها، لان دابا من اخطر الحروب اللي كاينه في هذه 100 سنه الاخرى هي الحرب الجويه. الحرب الجويه عندها واحد الدور كبير، لان تدوش تتهرسك من الفوق تدخل القوات البريه، او حتى فاش تدخل القوات البريه تتم التغطيه. والباك جوج ماشي ثلاثه، الباك جوج فقط أبلى البلاء الحسن. بهذه الجملة أبلى البلاء الحسن في الحرب الروسية الأوكرانية. وطبيعة الحال هذا مسألة مهمة، أن التقييم ديال الأسلحة اللي شرينا الحمد لله جات فرصة باش تقيمهم على مجموعة ديال المستويات، سواء في الحرب. دائما أصدقكم بهذا المثال، ولكن هادو هما الأمثلة الآخرين اللي كاين: الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا يعني الحرب ديال أذربيجان اللي تبتوا سواء الأسلحة الإسرائيلية ولا الأسلحة الأمريكية أو لا البرقدار التركية، النجاعة ديالهم. دائما نفتحوا واحد القوس، راه فاش تنقولوا النجاعه وتنقولوا هذا العمل، راه ما تنقولوش ان الطائرات الروسيه ولا السلاح الروسي راه ما خدش. فاش نقولوا خرده ولا فاش نقولوا يعني فهو تعبير مجازي، هي راه قويه وتدير الفارق في الحرب، ولكن انت عندك السلاح المضاد ليها، وعندك واحد الاسلحه اللي يعني تتعاون. وماشي تنكذبوا فاش نقولوا بعض المشاكل، لان مثلا شفنا الطائرات الروسيه في الحرب الاوكرانيه شحال من مره تيخدموا جي بي اس تجاري ماشي العسكري، باش يمكن لهم يديروا القياده ديالهم وتيدوروا. وفاش تقارن انت الحرب الروسيه الاوكرانيه، روسيا راه ماشي هي دوله واحده اخرى عندها السلاح الروسي. روسيا راه دوله مصنعه، دوله هي صاحبه السلاح، هي اللي تتصنع، هي اللي تتنتج، هي اللي تتطور، هي اللي عندها قطاع الغيار، عكس مثلا انت كدوله مستهلكه. نفس الشيء مثلا فاش تقارن مثلا واحد الدوله واحده اخرى تستخدم السلاح الامريكي. تحية لكم جميعا، شكرا على المتابعة. إن شاء الله لنا بقى لنا نديرو على الأقل جوج لي فيديو في نفس الموضوع، نهضرو على الخصائص التقنية والعسكرية ديال الباكت باتريوت باك 3، وغادي نوليو نهضرو على الأهمية الاستراتيجية ديالو للمغرب في سيناريوهات قتالية، خصوصا كما قلنا أننا ما غيخدمش بوحدو، يخدم مع الإمارات، يخدم مع البوس، وهذا ما كان. السلام عليكم.